محدش بيتجوز وهو متخيل إن النهاية هتكون في اسم الشرطة أو محكمة الأسرة، لكن الحقيقة يا جماعة إن الإهمال والخصام ممكن يبدأوا بحاجة صغيرة جدا ومع الوقت بيكبروا لدرجة إننا نسمع عن زوج قتل مراته أو زوجة قتلت جوزها. عارفين يا جماعة إن معظم الجرائم اللي بنسمعها في الأخبار مش بدأت بجريمة، بدأت بكلمة وبإهمال وبخلاف صغير. الخلاف ده اتساب لحد ما بقى جبل. خلاف مش المشكلة إننا بنسيب الخلاف يكبر. خصام مش هو اللي بيهد البيت، اللي بيهده هو الإهمال في حل الخصام. كل مرة بنتجاهل الزعل، كل مرة بنكبر دماغنا، نقول مش مهم. بيتحط طوبة جديدة في سور بيننا وبين شريك حياتنا، بين الزوج والزوجة. يا جماعة ده في قصة أكيد كلنا سمعنا عنها، إن من كام شهر كلنا تابعنا خبر صادم إن زوجة اتقتلت على إيد جوزها، والسبب كان خلاف بسيط جدا في البداية. يا جماعة الكلام ده بنعيشه كل يوم، بنعيش قصة نفس الكلام، وفي الآخر بنلاقي السبب بسيط جدا. في البداية إن القصة بدأت بخناقة بتتكرر على مصاريف البيت، والزوج كان بيطنش وبيسمع وهي كانت بترد بعصبية جدا معاه. مع الوقت العلاقة اتسممت ووصلت لليوم اللي مسك فيه سكينة وأنهى حياتها. ودي كارثة يا جماعة بنمر بيها الفترة اللي فاتت، بنصحى على كل يوم جريمة بشعة. تفتكروا لو كانوا اتكلموا بهدوء، أو لو اعتذروا مرة، أو لو سامحوا مرة، أو لو اتكلموا بطريقة محترمة مرة مع بعض، هل كانوا هيخسروا بعض بالطريقة البشعة دي؟ أي مشكلة ما تستاهلش إننا نوصل بيها للطلاق أو للدم. خلاف وارد، لكن لازم يبقى فيه مصارحة واعتذار واحتواء. الزوجين يا جماعة اللي بيختاروا الكلام بدل الخصام، الاعتذار بدل العناد، دول اللي بيتجنبوا النهاية المأساوية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. الحياة الزوجية مش معركة بين مين يغلب ومين ما يغلبش. يا جماعة الحياة الزوجية دي رحلة محتاجة قلب بيعرف يسامح وصوت بيطبطب وقت الزعل. اللي بيبني البيت مش الطوب ولا الدهان، اللي بيبني بيت هو الرحمة يا جماعة اللي بين الزوج والزوجة. افتكروا دايما كلمة حلوة ممكن تنقذ حياة، أو صمت جارح ممكن يهدم بيت.